السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمين للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة سهلة سريعة واقتصادية من أروع الوصفات، وأهم حاجة جينا بنينة وبدون اللحوم. اليوم راح نديرو بسباس بطريقة سهلة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. هنا عندي كمية من البسباس، تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوا. أنا هذه هي الكمية المتوفرة عندي. راح نقيو البسباس تاعنا نغسلوه. هنا بعد ما نغسلوه راح نقسمه على 4، يعني كل حبة نقسمها على 4. إذا كانوا الحبات صغار أقسموهم على 2 فقط. هنا بعد ما غسلناهم راح نتبلوا البسباس تاعنا باش يجينا بنين وما يجيش صامت. هنا ديروا التوابل اللي حبيتوا. أنا هنا درت كمية من الملح، فلفل أسود، ورشة فقط من الكركم. والبهارات تبقى اختيارية. من جهه اخرى عندي وحطيت البسباس تاعي خليته يفور. هنا فورت البسباس تاعي حتى يطيب. من جهه اخرى نجيبو الطنجره تاعنا، درت فيها كميه من الزيت، كميه من السمن او المارغرين. راح نضيف عليها البصل اللي كنت رحيته، تقدروا تسكرفجوه. عندي نفس البهارات اللي درتهم في البسباس راح نديرهم في المرق: ملح، فلفل اسود، كميه من الكركم، تقدروا تستغناوا على الكركم. راح نزيد مكعب دجاج اختياري، تقدروا ديروا النصف في الاول ونصف في الاخير، لكن انا درته كله مره واحده. هنا عندي من جهه اخرى كميه من البطاطا كنت قطعتها كذلك هكذا، وراح نخليها تتقلى مع البهارات اولا، ونغطي عليها نخليوها تتقلى شويه مع البهارات، ومن بعد راح نمرقوا بالماء السخون. هنا راح نضيف كميه من الحمص، ونخليو البطاطا تاعنا تتقلى على نار هاديه. من جهه اخرى بعد ما فار البسباس تاعي وطاب، عندي حبه بيض، عندي ملح، فلفل اسود، تقدروا تزيدوا اعشاب عطريه. عندي كميه من الفارينه، راح نبقى نضيف الفارينه تدريجيا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. هنا اذا سبقتكم الفارينه ودرتوا كميه كبيره من الفارينه والقوام الخليط تاعكم ولا ثقيل، زيدوا كميه من الحليب، خفوا العجينه تاعكم بالحليب. شوفوا كيما أنا هنايا كانت ثقيله الخليط تاعي، راح نبقى نخفف فيه بالحليب. هنا تحصلوا على قوام ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. بعد ما تقلات البطاطا تاعنا والحميصه، رايحين نمرقوا بالماء السخون. لازم ولا تمرقوا بمرق الدجاج اختياري. اذا توفر عندكم مرق الدجاج ديروا به، اذا ما كاش ديروا الماء السخون فقط. الماء تاعكم لازم يكون مغلي، وحاولوا ما تمرقوش كميه كبيره باش ما يجيكمش من بعد المرق بزاف، طيب البطاطا والماء يقعد بزاف. يعني مرقوا قيس قيس هكا، والماكله ما تجيش صامته. بعد ما فار البسباس تاعي وشوفوا القوام الخليط اللي رايحين تتحصلوا عليه، راح نجيبوا البسباس تاعنا ورايحين نحطوا المقلاة تسخن فيها كمية من الزيت. ما نحتاجوش كمية كبيرة من الزيت، نحتاجو كمية قليلة فقط. البسباس تاعي راهو فار كيما راكم تشوفوا. راح نغطسوه في الخليط هذاك ونحمره. هنا نضيفوا ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات في هذا الخليط تاع البيض والفارينة والحليب. نضيفوا ربع ملعقة، وراح نضيفوا ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. انا في الاول كنت نسيتها، ولكن في الآخر من بعد كنت ضفتها. هنا بعد ما حمار البسبس تاعنا، البطاطا تاعنا من جهة اخرى راهي طيبة، رايحين نوجدوا العاقدة. هنا عندي صفار بيضة، كمية من المرق اللي كنا ضفناه للبطاطا، وعصير نصف ليمونة. راح نضيف كمية من المعدنوس. إذا عندكم الخردل أو لا تقدروا تضيفوا كمية قليلة. هنا البطاطا تاعي راهي طايبة وكمية المرق راهي قليلة، رايحين نضيفوا العقدة تاعنا. هنا درت كما قلت لكم عصير نصف ليمونة، كمية من هذا المرق كنت درتو معاه، صفار بيضة، والمعدنوس. واذا حبيتوا لا موتارد او الخردل اختياري. هنا حنخليوها تعقد، راح نخليوها مدة دقيقتين فقط. بعد ما عقد المرق تاعنا راح نحطو البسباس من فوق ونخليوه مدة نصف دقيقة فقط
حتى البسباس يتشرب نكهة المرق ويكون واجد معانا. هكذا حتى نكملوا نستفوا كل كمية البسباس تاعنا. راح يجيكم من أروع ما يكون، وصفة سهلة سريعة بسيطة، ومن باب التغيير في وصفات البسباس. هذا هو شكل طبقنا لنهار اليوم. إن شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. وخلونا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو. نتلقاو في وصفات أخرى إن شاء الله، وإلى الملتقى.